بقول لك ايه يا حبيبي، ايه رأيك في درجة اللون ده؟ انا ما بحبش الحاجات دي واكيد ده مش اهتماماتي. طيب بقول لك ايه، شفت بلوزة على ويب سايت لو عايزه اخد رأيك فيها. انا ما بفهمش في حاجة البنات. هلو يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. طبعا الموضوع النهارده بالنسبه لي لذيذ وشيق، واكيد احنا كلنا كستات بنبقى محتاجين الموضوع دوت من جوازاتنا او لو مخطوبين. الموضوع ده بيفرق معانا جدا جدا جدا، وهي الاهتمام. يعني حقيقي زي ما بيقولوا ان الراجل المفروض نتعامل معاه ان هو طفل صغير، فاحنا كمان محتاجين الموضوع دوت ويمكن اكتر. ليه؟ الراجل طبعا وظيفته في الحياه ان هو بيشتغل، يجيب رزق لاولاده، كل الكلام دوت. لكن احنا كستات دماغنا بتبقى مشغوله في مليون الف حاجه، حتى لو احنا قاعدين في البيت وحتى لو احنا ما بنشتغلش مسؤولياتنا احنا اكبر بكتير. فبالنسبه لي موضوع الاهتمام دوت بيفرق معايا جدا 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 جدا، مهما كان الحاجه تافهه او مهما كان الحاجه صغيره فهي بتفرق معايا، واكيد بتفرق مع اي ست. وهي ان جوزي يشاركني الحاجات اللي انا بعملها، زي ما انا مطلوب مني ان انا اسمعه، ومطلوب مني ان انا اهتم، ومطلوب مني، فانا كمان محتاجه الحاجات دي وبشده كمان، مش حاجه كده عابره وخلاص. وهي مثلا ايه المشكله لما هو يتعامل معايا في اللحظات اللي انا عايزه ان هو يتعامل معايا فيها، يتعامل معايا ان هو واحده صاحبتي عادي ما فيهاش اي حاجه. ايه المشكله لما يتعامل معايا مثلا ان هو امي؟ برضه ما فيهاش حاجه. مثلا جبت حاجه، شفت حاجه على ويب سايت، ميك اب، لبس، ايا كان الحاجه اللي احنا بنشوفها. ايه المشكله لما بدل ما ابعت لصاحبتي او بدل ما ابعت لاختي ايه رايك في البلوزه ديت او ايه رايك في اللون دوت، ببعت له هو او بوريه هو، وهو يشاركني ويقول لي انا مثلا حابب اشوف اللون دوت عليكي، مثلا حابب اشوف الشكل ده عليكي. في الاول وفي الاخر احنا بنحب نتعامل ان احنا اطفال، ويمكن اكتر من اطفالنا. بحب من اللي قدامي ان هو يشاركني مشاكلي، يشاركني الحاجات اللي انا بهتم بيها، يشاركني كل حاجه وكل تفصيله في حياتي. هو المفروض صديقي، هو المفروض زوجي، هو المفروض اخويا، حبيبي، صاحبي، كل حاجه ليا في الدنيا. فما الحاجات الصغيره دي اما اجي اوريك حاجه مش لازم تقولي مثلا انا ما بفهمش في لبس البنات، انا ما بفهمش. طب ماشي يا سيدي، حتى لو انت مش بتفهم اكيد عندك عين تبص بيها، قول مثلا مجامله اللون دوت احسن، ممكن تختاري شكل تاني، ممكن تعملي حاجه تانيه. الموضوع بيفرق، الموضوع بيفرق جدا. الموضوع ما هوش مجرد حاجه عاديه كده وخلاص. حاجه كمان، ايه المشكله او ايه اللي هيحصل في الحياه لو انا قلت له مثلا قاعده خلاص تعبت تعبانه بتدلع ايا كان اللي انا في نيتي، ممكن تعملي كوبايه شاي؟ لا والله انا مش قادر اقف. طيب ايه المشكله؟ هو كوبايه الشاي هتاخد منك ايه؟ ايه اللي هيحصل في الدنيا لو جبت لي كوبايه شاي وانا قاعده؟ مش هيحصل حاجه والله في الدنيا، بالعكس ده انا هشيلها كانك جبت لي نجمه من السماء، مش مجرد ان هي كوبايه شاي وخلاص. فانا كست مثلا ببقى مفتقده الحاجات ديت. الراجل لما يساعد مراته في البيت هي دي حاجه ما تقللش منه، بالعكس ده هم بيبقوا شايفين او ولاده بيبقوا شايفين ان هو كده قدوه. الحياه لما تبقى مشاركه الموضوع بيختلف. مش شرط انا عشان ام او زوجه فوظيفتي ان انا اغسل واطبخ وامسح واعمل وايه. ظروف الحياه مختلفه، الناس كلها عندها ضغوطات، احنا كمان بنبقى مضغوطين اكتر من اي حد. فمش هيحصل حاجه في الدنيا فدايما حتى لما باجي اتكلم مع اصحابي او كده في فتره الامتحانات بالاخص، عمري ما سمعت، مع اني بشوف بس الاغلبيه ان كل الامهات هي اللي بتذاكر لاطفالها، يعني كل الامهات. فانا مثلا اتعرضت لموقف، انا كان في يوم عندي بنتي وابني الاثنين عندهم امتحان تاني يوم، عربي ودين الاثنين. فانا ذاكرت العربي وقاعده بذاكر الدين، فبقول لي ممكن تذاكر لعمر الدين؟ لا انا ما بعرفش. ما بتعرفش ايه؟ هو ايه؟ ما تعرفش ايه؟ دي كلها حاجات معلومات دينيه، يعني معلومات عامه اصلا، يعني مش اللي هي محتاجه انها يعني ما بعرفش. انت اصلا ما شفتش هو بياخد ايه؟ يعني ايه المشكله لما تقعد تذاكر له؟ إيه؟ ما فيهاش حاجه. انا هبقى مبسوطه، انا هبقى مرتاحه. ده موقف مثلا من المواقف.
حاجات كتيرة جدا 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 الواحد ممكن يقولها بس مش هنخلص. فالحياة مشاركة، الحياة مشاركة. شاركني اهتماماتي، شوف انا بهتم بايه. مثلا بهتم بالميك اب، مش هيحصل حاجه لو كل فتره مثلا جبت لي حاجه صغننه كده، قول لك لنفسك من غير ما انا اطلب وانت تجيب. في فرق ما بين ان انا اطلب وانت تجيب، وفي فرق ما بين ان انت بتجيب لي عشان انت افتكرتني او انت عارف ان انا بحب الحاجه دي. في فرق كبير ما بين الحاجتين. مثلا انا بحب نزول، انا كست او انا دلوقتي حاليا انا يعني خلاص ما فيش طاقه زي زمان ان انا انزل واخرج واطلع واعمل. بس في نفس الوقت انا لو لقيتك انك انت مجنون كده هتلاقيني بتجنن معاك. يعني انا بيجي عليا فتره عايزه اروح ملاهي، عايزه العب، عايزه احس ان انا يعني لسه صغيره كده، بروح وبجري وبتنطط وكل الكلام ده. فمش هيحصل حاجه برضو لو احنا قاعدين يلا نقوم ننزل نجيب ايس كريم، يلا نقوم ننزل نتمشى نجيب عصير. ولو انا قلت لا صمم، يعني لو انا قلت لا صمم على ده، يعني مش اقول لا وخلاص كده خلصنا، لا يعني صمم. لا قومي علشان انت مثلا محتاجه تغيري جو، قومي. انا الموقف ده اتحصل معايا في مره، وديت المره ديت انا ما انساهاش، وكانت من قريب يعني مش من بعيد. اللي حصل معايا هو حاجه تافهه جدا، بس انا بالنسبه لي كانت كبيره جدا. برضو كنت في فتره الامتحانات، وكنت قاعده عماله بعيط من كتر ما انا مضغوطه مضغوطه مضغوطه، وفي حاجات بلاقيها انها وقفت قدامي. ولما عيطت فانا صعبت عليه، فقال لي يلا ننزل. طبعا انا رفضت لان انا مش قادره انزل. فبعديها كده بحوالي ساعتين انا عملت حادثه، فانا تحت البيت انزلي لي انزلي حطي الاسدال عليك، البسي العبايه وانزلي. وفعلا ده اللي حصل. وساعتها نزلنا اتمشينا قدام شويه، ورحت جبت ايس كريم وما اعرفش ايه، وقمت طالعه. يعني ديت كانت عندي الدنيا وما فيها، بجد والله الدنيا وما فيها. فديت اهتمام. دي طبطبه، الطبطبه حلوه، يعني الطبطبه حلوه، والكلمه الطيبه صدقه. لما تيجي تطبطب عليا وتقول لي الله يعينك، تسلم ايدك، تعبناكي معانا، كل الكلام ده حتى لو انت ما بتعملش اي حاجه، فهو بالنسبه لي ديت حاجه عظيمه جدا جدا جدا. الموقف دوت اثر فيا جدا، ممكن يكون تافه او عبيط بس هو اثر فيا جدا. ان كان عيد ميلادي وما كتبليش بوست مثلا على الفيسبوك، اتضايقت قوي قوي، وجيت في عيد ميلادي وما كتبتلوش. فبرضه الحاجات دي بتفرق جدا. لما الاقي منشن مثلا على صوره، منشن على فيديو، اي حاجه من الحاجات دي في العلن مش برايفت، انا الموضوع ده بيفرق بالنسبه لي جدا. لان هو انا قدام الناس انت بتحبني، بيفرق معايا جدا. لكن ان هو يجي عيد ميلادي لا مش هكتب، لا ما بعملش منشن، الحاجات دي بجد. او انا ما اعرفش، يعني انا ممكن حسب السن او حسب ما اعرفش، بس انا ببقى حابه الحاجات دي جدا. مش ان هو يبعت لي مثلا على الواتساب برايفت، لا قدام الناس. فبرضه دي بالنسبه لي حاجه بتفرق معايا جدا. حاجات كتيره قوي 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 لو اتعملت في حياتنا او لو اتعملت لينا هتنقل الدنيا او هتنقل الحياه حته تانيه خالص. فالمقصود من الفيديو ان احنا كستات بنبقى محتاجين اهتمام اكتر ما انتوا محتاجين. انا كست ما عنديش وقت ان انا انزل مع اصحابي، ما عنديش وقت، بفكر بعقليه الام اللي هو مثلا انا مش هجيب ليه الحاجه اللي انا عايزاها في اي وقت، لان انا عندي مسؤوليات، عندي ولادي مثلا انا هبديهم عليا. ممكن الرجاله بما ان هم بينزلوا اشغال والشغل بتاعهم والكلام ده، فبينزلوا يعني اكتر مننا، فبيلبوا طلباتهم اكتر مننا. فانا الحاجات دي بتفرق معايا جدا، واكيد بتفرق مع اي ست. وعايزه اعرف هي بتفرق معاك ولا بس اللي مجنونه وهبه كده ولا ايه؟ المشاركه حلوه، الكلمه الطيبه حلوه، الطبطبه حلوه. وحاجه كمان، انت كراجل المفروض حتى لو انا ست بيت وما بشتغلش، ودي طبعا اكبر غلطه انا كندى يعني عملتها في حياتي، محتاجه انك انت تدفعني لقدام، محتاجه انك انت تزقني لقدام. طبعا في رجاله كتيره جدا بيبقوا رافضين فكره الشغل ورافضين فكره ان الست تنزل تشتغل. انا ضد كل الكلام دوت، وانا ندمانه اشد الندم ان انا ما اشتغلتش، لان انا خلاص حطيت نفسي في كاتيجوري ان انا زوجه قاعده في البيت، اللي بنام فيه بصحى فيه بذاكر بنزل دروس بجيب من دروس كل المهرجانات دي. فحتى لو انا ما بشتغلش انا محتاجه ان انت تزقني لقدام حتى لو بمجرد الكلام. مثلا ساعات بقول مثلا نفسي اخد كورس في اي حاجه فلانيه،
طب ايه المشكله لما تاخدي؟ شوفي مثلا لو انت هيبقى وقتك في الصيف متاح اكتر، روحي وانزلي وخدي اللي انت عايزاه. مثلا انا بحب اعمل حاجات في البيت، كنفا، بحب اعمل كروشيه، بحب اعمل الحاجات ديت. ايه المشكله لما انت تنمي الحاجه ديت جوايا؟ ايه المشكله لما تقولي مثلا على فكره انت ممكن تعملي بيج مثلا على ايا كانت في السوشيال ميديا وتبداي تعرضي اللي انت عايزه تعرضيه؟ مفيش الدبانه الرخمه دي، مفيش مشكله. انا بحب الرسم، مش هيحصل حاجه لو جبت لي حاجه الرسم ودفعتني للحاجه اللي انا بحبها، اللي هي اصلا مش هكلفك حاجه وانا قاعده في البيت، مش هيحصل حاجه. لازم تزقني لقدام، لازم تدفعني لقدام، لازم تعلي من شأني قدام الناس، مش ما بيني انا وانت بس، لا، تعلي من شأني قدام الناس. لازم انا لو قاعده في وسط مجموعه انا ابقى رقم واحد، تمدح فيا، تشكر فيا، طبلي من الاخر يعني. انا بحب دوت، او اي ست بتحب دوت. مش هيحصل حاجه. انا بحب المشاركه، شاركني في اولادي، شاركني في البيت، شاركني في ترتيب البيت، شاركني في اهتماماتي، سواء كان ميك اب، لبس، شنط، جزم، ايا كان. انا بحب الاهتمام، واحنا كستات بنحب الاهتمام. ديت اكتر حاجه ممكن تخلي الست منقوله في حته تانيه خالص، الاهتمام. بدل ما اروح الجا لصاحبتي، لا انا هلجا لك انت. بدل ما هوري اختي، لا انا هوريك انت، علشان انت يعني انا منك، مش انا منك، انا اتخلقت منك. فلازم ان ديت الصوره اللي تبقى موجوده. الرجال قوامون على النساء، تمام؟ فلازم انت تهتم بيه، ولازم تديني اللي انا عايزاه. شوفني انا محتاجه ايه وتدهوني، بس كده. ده كان الفيديو، هتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، باي باي.